ادش اشوف الفيلم لما يصير في مشهد غير لائق يقص، مشهد غير لائق يقص. فاتمنى ان السعوديه تسوي هالمنهج، تسمح بالسينما. انا ضد القص. اللي داش عارف هذا الفيلم شنو. لا انا ضد، لان في رسائل مبطله. انت رايح، انا شوف انا عندي شغله بين انت رايح وما بين هو جاي. يعني هو اذا جاي لك في البيوت انا عندي ينقص، لان هذا شوفه صغير وكبير ممكن لا سمح الله ياهل او مراهق يفتح، مع انه والله عاد اليوم النت ما خلى شيء. يعني ما عاد مساله فرض الولايه، هذا عاد مو فرض الولايه، هذه عهد مضى. هذه الانسان يكون رقيب نفسه. بس هذه ثقافات نقل يعني في الافلام الحين. خليني اقول لك شغله، الافلام في هوليود وفي هذا في امريكا وهذا، لما وحنا صغار يعني هم يعني مخلين مثلا الامريكي انه هو البطل، هو القوي، هو المدري ايش، هو اللي يروح يطلع من امريكا يروح روسيا يحارب ويرجع ما في شيء. قتل الروسيين كلهم في روسيا ورجع، هالبطل حاله بروحه. فاهمه هذه الفكره؟ روكي كل شيء كل افلامهم كذي. ما في فيلم الا كذي. والله رامبو كآذن طايح من عينك 5 أجزاء وكلكم قاعدين تطالعون. متابعه. فاحنا صغار كل ما حاطين بوسترات بعد. وحنا صغار لدرجه احنا شبعنا من هالرؤيه. وحنا صغار رحنا مع اذكر رحنا البقاله مع الوالد، شفنا واحد خواجه امريكي قلنا ستيف جونسون هو امريكي. ما يعني كنا نشوف فيلم يعني عشان احمر واشقر على طول، فاهمه؟ طبعا فاعتبرناه ستيف، وصرنا يعني شوي ونسلم عليه. ففكر يبغون ينقلون لنا فكر انه في قوه وفي فهذا السينما سلاح. فما نبغى يعني حتى لما يروح معي اخوي ولا يروح معي واحد ناقص عقل. في ناس احيانا عقلهم يعني طفل احسن منهم، يروحون السينما ياخذون فكر ثاني. فحلو لما يكون في رقيب. لما تكون ضعيف شخصيه، الفكر الثاني اللي انت داش له هو يوجهك، ياثر عليك. لما تكون قوي قادر انك في افكار دشت علينا والان دشت علينا ودخلت في ناس، في عقول ناس نعتبرهم احنا متدينين والدين بعيد عنهم، والان قاعدين هم عقليات كبيره ودارسين فاحرفت عقلهم. فما بالك في طفل، في واحد ناقص عقل مو دارس ولا واحد عادي. فالافكار السيئه ممكن يعني تضر. فاذا ما سوينا له كنترول تضر. انا احط عليه كنترول وراقبه وربيه عدل واطلقه للحياه، لاني ماني عايشه. الرقابه نوع من انواع التربيه، انا اعتبرها. الرقابه نوع من انواع التربيه، لابد تكون موجوده بعقل. طبعا. وهذا العقل اني انا ما اخلي مشاهد يشوفها احد، قصه، كلمه على النت حيشوفها. مع النت عاد مو كل العالم يعرف يبحث عن النت على فيلم. لا اليوم هالطول انت اللي ما تعرف تدور على النت عموما. لا انا عارف ادور، بس انت لما تخلين الشيء يعني اعرضه للناس بكميات هاي، فهذا غلط. يعني مثلا الافلام السينمائيه بالذات، احنا عندنا في السعوديه مسوين حجب الامور هذه. مسوين حجب للسينما اساسا، رايحين لا مسوين حجب للامور هذه ينباع بمحلات الفيديو. انا ما اقدر ادور عليه، انا كانسان ما اعرف ادور انفذ من الحجب. في عندنا شباب ما يعرفون ينفذون من الحجب، فعندنا احنا. فانت اذا انت تقولين تقدرين تعالي السعوديه واطلعي من الحجب. والله ما تقدرين. اكبر الهاكرز عندكم في السعوديه يعرف يطلع عن الحجب. مو كل العالم هاكرز عندكم والله يسوون مدارس عندكم في السعوديه بالهاكرز. عموما يا طلال نورتنا. الله يخليك بوجودك، واتمنى ان كانت الحلقه خفيفه عليك. والله حلقه تشرف فيها، وبرنامج جدا ناجح اسمع اصداءه في السعوديه انا. وانا اعتز فيك صراحة. وانت يعني فنان جدا محترم ومثال صراحه للفنان السعودي المحترم الشاب. نتمنى نشوف نجوم ايضا سعوديين غيرك في الكويت ان شاء الله. نتمنى الكثير من النجاحات. نتمنى لك ونتمنى للدراما السعوديه مزيد من التطور ونشوفها متقدمه بشكل اكبر، وتطلع من اطار المحليه وتصير اشمل ان شاء الله. ان شاء الله، لان اكيد هي دراما تكملنا اكيد كسلسله دراما بالخليج. اكيد كلنا مكملين البعض.
اكيد. واشكرك على تواجدك وياي طلال. شكرا. وما تقصر. شكرا. ومشكورين جدا على متابعتكم، اعطيتونا ساعتين من وقتكم، نتمنى ان احنا نكون خفاف عليكم، فنأسف لعدم الازعاج. نلتقي ان شاء الله الحلقه الجايه بازعاج جديد، مواضيع جديده، في جنطه متروسه راح تكون الحلقه الجايه، مواضيع وايد دسمه، فنطروها واتمنى اصحابها ينطرونها الحلقه الجايه. فاستودعكم الله، ونلتقي ان شاء الله الحلقه الجايه. فما الله.